تعرف ان في طريقة صيد للاسماك ممكن تهدد حياة البحار باكملها، لانها ما بتفرقش بين الاسماك المستهدفة واي كائن بحري اخر، وهي طريقة الصيد بشباك الجر القاعية اللي بتعتبر الوحش المدمر لقاع البحر، لانها بتبتلع كل شيء في طريقها من سلاحف ونجوم بحر وشعاب مرجانية. حتى الاسماك الصغيرة ما بتسيبهاش، لان السفينة بتسحب الشبكة خلفها وتجري في اي شيء بيتحرك في قاع البحر، وفي لحظة واحدة مئات الكائنات البحرية بتفقد حياتها بلا اي فائدة، منها الشعاب المرجانية اللي استغرق نموها مئات السنين بتتدمر في ساعات، لان الطريقة دي في الصيد بتقتل اجيال كاملة من الكائنات البحرية، لدرجة ان اغلب الاسماك اللي بتلتقطها الشبكة دي غالبا بيتم التخلص من معظمها لانها غير مرغوبة تجاريا. حتى الحيوانات الصغيرة اللي بتعتمد على القاع للاختباء بتنقرض بسرعة، وكمان الاسماك اللي بناكلها ممكن تختفي في المستقبل، لان تأثير الطريقة دي بيمتد لعشرات الكيلومترات تحت الماء، وكل شيء بيختفي خلف مرور الشبكة الوحشية. كل شبكة صيد منها بتسيب وراها دمار لمئات السنين، لان شباك الجر القاعية بتعتبر صراع بين الطمع البشري وحياة البحار، وفي النهاية شبكة واحدة ممكن تملى سفينة بالاسماك، لكن في نفس الوقت قد تفرغ بحر كامل من الحياة. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.